هذا الموقف والكل يعرفه ويعلم الله عز وجل كان عملنا خالص لوجه الله عز وجل. اقسم بالله عرضت علينا الملايين، قسما عرضت علينا الملايين وكأنها ما حرك شعر من جسمنا، ومورس علينا الترغيب والترهيب في كل الانتخابات اللي طافت. ولو التاريخ يعيد نفسه اقسم بالله لا اقف نفس الموقف ولا نتغير. عفوا. فالمجلس انا حقيقه جربته في من المغريات، والمنه والفضل لله عز وجل ان الله ثبتك على طاعته وقدرت فعلا يرشدك الى طريق الحق، فهذا اكبر مكسب، ونحمد الله على الستر والمصونه في هذه الفتره. اما الندوه اليوم يا اخوان، قبل ابدا ندوتي حقيقه انا حقيقه سعيد وفرح بهذه الوجهه الطيبه، ويزودني فخر واعتزاز ان كلها من اطياف الشعب الكويتي بدون تحديد. كل اللي موجودين اقارب واخوان واحبه وجيران، وافتخر وجزاكم الله خير انكم شرفتونا في محلكم. فهذا الفخر وهذه الجمعه، ويا جماعه احنا بالكويت اقسم بالله كنا اسره واحده. لا يغركم بعض المشاحنات، كل هذه مؤقته، تبقى الرجال رجال والبلد للجميع. ولما اشوف كل اطياف الشعب الكويتي انا ارتاح وينشرح صدري، لان فعلا اذا منحتني الدائره الثقه لاني اعتبر مثل الامه باسرها، ما مثلت فئه دون اخرى. فندوتنا الليله يا اخوان رساله الى من يهمه الوطن. الوطن مو الواحد دون الاخر، الوطن للجميع، الوطن مسؤوليه الجميع. فنبدأ حديثنا حقيقة ورسالتنا إلى أول رسالة إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، لأن يهمه بعد الوطن مثل ما يهمنا، وهو المسؤول الدرجة الأولى يمكن أكثر مسؤوليتنا. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل العقدة من لساني يفقهون قولي. صدق الله العظيم. هذه الرسالة الأولى مني كمواطن في فترة اللي طافت تتنقل من ديوانية لديوانية أسمع هموم الناس، ومن الواجب علي أني أنا أوصل مثل ما سمعت وشفت، مثل ما سمعت بهذه الدواوين والهموم الموجودة أني أوصلها بأمانة. فرسالة لولي الأمر لسمو الأمير البلاد الشيخ صباح الأحمد حفظه الله ورعاه. الكل يعرف حكمته وحنكته السياسية، ويا سمو الأمير خبرتك طويلة في هذا المجال، فأنا خاطب صاحب السمو لأنه رأس الدولة دستوريا، وهو ولي الأمر شرعا، وهو والدنا اجتماعيا وعرفا. يا سمو الأمير استطعت أن تجمع قارة آسيا على أرض الكويت وجعلتها منظومة اقتصادية كبرى للمرة الأولى. يا سمو الأمير استطعت أن تجمع العالم لنصرة غزة في حصارها الشهير. يا سمو الأمير كذلك استطعت أن تجمع العالم لنصرة الشعب السوري المنكوب. هذه بعض إنجازاتك ولديك الكثير. يا سمو الأمير نحن في أمس الحاجة لعقد مؤتمر مصالحة وطنية. أنا بتكلم عن الكويت كافة لأن الكويت تهمنا وتهمكم. عقد مؤتمر مصالحة وطنية ولا يمكن تنجح إلا برعاية سمو الأمير، فهو الشخص الوحيد، صاحب السمو هو الشخص الوحيد اللي يقدر يعمل مؤتمر ويجمع من جميع أطياف الشعب الكويتي بما فيها القوى السياسية والتيارات السياسية. أما الأخطاء في العمل السياسي فموجودة، أي بشر يعمل يخطئ، أي بشر يعمل فهو يخطئ. إن أخطأت الحكومة فهناك برلمان يحاسبها، وإن أخطأ النائب هناك شعب ناخبين يحاسبونه. والناخب إذا ما أحسن الاختيار يتحمل نتائجه. نحن ردينا القاعدة للناخبين لأن أنتم الأصل،
والقاعدة، ولا يمكن أحد يطلع اليوم إلا بعد مبايعتكم وشهادتكم. الرسالة الثانية لرئيس الحكومة القادم، ما نعرف من القادم، فنقول رئيس الوزراء القادم عليك أن تختار وزراء كفو ورجال دولة من أصحاب السجلات النظيفة. نبي يوم من الأيام تشكل حكومة ما نبي علامة استفهام على أي وزير، ونبي رئيس الوزراء القادم يغير السلوب والنهج السابق، التراضي، الحزب الفلاني، القبيلة الفلانية، المحاصصة، هذه كلها أثبت فشلها، كلها فشلت هذه. ودنا حقيقة رئيس الحكومة يختار مبدأ تكافؤ الفرص والنزاهة في من يختاره وزير ويولى على إدارة البلد وعلى هذا الشعب. فأنا حقيقة من زياراتي سمعت كثير، فالشعب عنده طموح وده بشيء يعرفه، وده يعرف من الحكومة حرامية الديزل كلكم تعرفونها، وين وصلت؟ ما نعرف. المتسبب في غرامة الداو 2 مليار و200 مليون، وعيالنا نايمين في البيوت ما عندهم وظائف. الأسكان الأجارات ب400 دينار وب500 دينار، وصرفوها غرامة الداو بشخطة قلم. حنا نحمل رئيس الحكومة إذا عادوا للتجديد، وين راحت هذه الفلوس؟ فمن حقنا كمواطنين وممثلي الأمة فعلا نحاسبهم. الشعب بيعرف حرامي معدات طوارئ الكهرباء 2007 وين راحت؟ ما ندري وين راحت. الناس بيعرفون مصير الأموال والتحويلات والإيداعات المليونية وين نتيجتها. وأنا حقيقة كان بيشارك معنا الأخ رياض العدساني، وتعرفون أنه مرشح، والمرشح ظروفه ووقته ضيق، وهو الرجل حقيقة متمكن في هذا الجانب، متمكن في هذا الجانب، وكان في اللجنة وكان له حقيقة دور فاعل مع أخوانه. فإحنا اللي نشوفه حقيقة أن نثبت الحكومات المتعاقبة ما عندها رؤية ولا عندها استراتيجية واضحة، ولا تملك قدرة على تولي زمام الأمور ولا أي مبادرة. هي الحكومة اللي تعودنا على نعرفها أنها حكومة ردة فعل، من يصير ردة فعل اتخذت قرار سريع غير مدروس. فإذا حكومة، أنا هذه حقيقة متابع قبل أصير نائب وما بعد، وأنا أبغى مواطن سواء صرت نائب أو ما بعد صرت نائب، حكومة لا تملك برنامج عمل. برنامج العمل يا أخوان أن الحكومة في مادة دستورية، مادة 98 من الدستور، تقول على الحكومة نقدم برنامج عملها فور تشكيلها. يعني أنا بعرف يا المواطن العادي اللي قاعد في بيتي، أعرف الحكومة خلال 4 سنوات إيش بتسوي. فكنت الحكومة تهرب إنها على أساس إنها ما تلزم نفسها. فهذا الجانب بإذن الله عز وجل إن الله قسمنا نصيب وزكونا الشعب، يشهد الله عليه من أول جلسة، لأن الدستور يلزمهم، وعلينا إحنا نحترم الدستور وهم لازم يحترموا الدستور. الرسالة الثالثة للشعب عامة وللشباب خاصة، كلكم تعلمون علم اليقين إن الكل محبط، إحنا قاعدين محبطين، اللي في البيت محبط، أهل البيت محبطين، الشباب محبطين، زين؟ لأنهم يشوفون تراجع في الوضع الصحي، تراجع في الوضع التعليمي، تراجع في الوضع الرياضي. فالبلد اللي كانت درة الخليج صارت هي الآن في آخر اللستة. فمن الواجب علينا بإذن الله عز وجل إن حالفنا الحظ أقسم بالله نفتح ملفات الفساد ونتبع نهج، ونحن امتداد ترى لمجلس المبطل 2012 شهر فبراير، اللي كانوا في حقيقة رجال بيض الله وجيههم وأدوا دورهم على أكمل وجه، فلهم كل التحية والتقدير والشكر، وما حطوا الملايين في جيبهم وباعوكم يا شعب. وأنا حقيقة بدوري الحين نعم نحمل هموم وأمال وطموحات الشباب. تلقى الشباب الآن يدرس على نفقته الخاصة وعلى حساب أبوه المتقاعد، ويحمل نفسه أكثر مما يحتمل، وتلقى يجيب شهادته ويقعد له 2 في البيت ما توظف، وإذا توظف ما يتناسب لا مع مؤهله
ولا شهادته اللي هو تعب عليها بهذه الفترة. نشوف الآن الشباب كل واحد يتزوج وده يستغل في بيت، الشقة اليوم لا تقل عن 400 دينار. أراضي الكويت ما استغلت منها إلا 10%، 90% كلها فضاء. شنو معنى هذا؟ ما زالت الأمور بيد طبقة التجار. اليوم أرض مساحتها 400 متر في أبو فطيرة، سد شارع واحد ب250,000، من اللي قادر اليوم يشتريها؟ فالحكومة في الفترة اللي طافت ما قدمت للناس شيء، زادتهم تعاسة وسوء، لا في الصحة ولا في غيرها. والناس كلهم، أنا واحد مواطن، أنا أحلم يوم من الأيام مثل ما يحلم غيري أن يكون هناك مدينة طبية متكاملة فيها جميع التخصصات. اليوم تراجع المستشفى إذا ما عندك معرفة ورجل شرومي يسمع تقعد تدور عليك أنت مريض 4 أشهر 5 أشهر عشان يعطونك موعد. فأعتقد الناس ملوا واحبطوا، وأنا حقيقة اللي أشوفه الناس وصلوا لدرجة الانفجار، ديون وهموم. الشباب يحلمون في جامعة، عندنا بالأردن 3000 أو 4000 طالب، في مصر وأوضاعها السيئة مثل ما تشوف الأمنية يحلمون في مدينة جامعية. المدينة الجامعية اللي مقترحة في واحد من الشباب كلكم تعرفونه، عمر بن ناصر أبا الخيل، قال لي الدراسة اللي متقدمة فيها الحكومة الآن كانت موجودة من 1976 وأنا راح أجيب نسخة. اللي احنا نطالب الحين في جامعة الجدادية ترى متقدمين فيها من 1976، كم لها سنة الحين؟ فأعتقد أن الشعب فقد الثقة تماما في الحكومة، ما عاد يثق. والناس اليوم فقدوا الثقة في الحكومة لأن القانون لا يطبق إلا على فئة دون الأخرى. يفترض في القانون أنه مسطر على الجميع. والدستور يا أخوان هذا واضح، الدستور واضح وعطى كل ذو حق حقه. عطى المادة 4 الحكم لذرية مبارك، وما حد ينازعهم الحكم ولا حد يقدر ينازعهم الحكم، وفي أمان الله. اليوم الإسراء لا يجيهم هاجس، أقسم بالله ما شفت واحد اليوم من الأيام لا قريب ولا بعيد يفكر في تغيير المادة 4 اللي تخص نظام الحكم. وهذه نعمة، لأن احنا أسرة الخير هذه إذا كانت موجودة احنا المستفيدين، لأن هي موجودة عاملة توازن لجميع القوى القبلية السياسية الطائفية، فاحنا مضطرين ان نتمسك فيهم، بس ان نقول لهم اتقوا الله فينا. بعضهم عيالهم يضرب بعضهم ببعض وتصفية حسابات وصناديق مليونية تشتغل ضدي وضد غيري. ليش اللي صاير؟ ما يوم من الايام سئنا لهم، حنا ما سئنا لأحد ونحترمهم ونقدرهم، بس هم قد يفقدون ثقة والخط الرابط ومحبة الناس فيهم، فنقول لهم بس كفى، ترى أموركم مكشوفة، خلافاتكم بينها لا تنعكس علينا. فأنا أشوف حقيقة إذا جت حكومة نفس الحكومات السابقة، أنا أتكلم عن نفسي، هذه الحكومة إن جت نفس الوجوه السابقة لا تستحق الثقة وتستحق المحاسبة من أول يوم. وأنا سبق وأنا قلت من 2008 وأقسمت إذا الله قسم وأعطوني ثقة أهل دائرتي إني لا أستجوب أكبر رأس في الحكومة إذا ما يصلح. بس بالجانب الآخر هم أقسم بعد إذا جت حكومة صالحة ببرنامج عمل واضح حنا نشد على يدها ونوزرها، لأن الحكومة حكومة كويتية وأهلنا وربعنا وأخواننا. فاليوم بالعادة دائما الحكومات تقول لا خلينا نطبق القانون. اليوم الناس يقولون يا جماعة يا حكومة طبقوا القانون. كلكم تعرفون الآن تسمعون في محاكمة الوزراء ويحيلوا النيابة، سمعتم في وزير تحاكم؟ كلها حفظت زي الملايين اللي راحت وين؟ من اللي خذاها؟ إذا أنت نظيف الوزير وحفظت قضيتك أكيد وراك تبعية، جيبهم قدموا المحاكمة. فهذا القانون فيه خلل، أنا من الناس اللي أتبنى بإذن الله عز وجل إن هذا الخلل نصلح الخلل اللي موجود في محاكمة الوزراء. وقبل أن أختم
أنا حقيقة أرتاح وأطمن وأبصم بالأشر وثقتنا حقيقة في قضاءنا العادل. لولا الله ثم قضاءنا العادل أنا ما دشيت الانتخابات، لأنه حصن قانون الانتخابات. فالواجب علي وعلى الجميع أن نحترم هذا القانون ونحترم حكم المحكمة الدستورية. وأنا حقيقة أشيد بقضاءنا العادل اللي برا 3 فرسان من 2012 اللي هو فلاح الصواغ وخالد الطاحوس وبدر الداهوم ببراءتهم. احنا افتخرنا وارتحنا ان فعلا في نزاهه في القضاء، ولانهم فعلا يستاهلون ويستحقون الذكر والشكر. وانا حقيقه رسالتي للشعب اقول: يا اهل الكويت قاطبه، تمسكوا بالوحده الوطنيه، لا حطوا هذا حنبلي وهذا شافعي، كل واحد منا تجمع هذه الارض الطيبه. فالواجب على الجميع ان نتمسك في الوحده الوطنيه. والله العظيم جربتوا ما نلها البلد، لا يأججون عليكم ويحطونكم بعض الصحف المأجوره وبعض الاقلام المأجوره ويأججون وهذا الطائف. لا 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 لا، كل الجميع يعطيها في الشعب الكويتي. والله ما له مصلحه الا في هالبلد، فاذا ما لنا مصلحه لبلدنا احنا نحافظ على بلدنا. فاولها التمسك بالوحده الوطنيه. واحب اكد لكم يا اخوان واقسم لكم بالله باذن الله وانا صادق ان الله كتب لي نصيب في المجلس ان اكون ضد الجلسات السريه، لان الجلسات السريه انا جربتها، اذا هي نظيفه خلتكن علنيه. ان اوقف ضد الجلسات السريه، ان اوقف مع كل استجواب دستوري، مو اللي مو دستوري، مع كل استجواب دستوري. وقبل ان انهي انا عاهد الله وعاهدكم، إذا قدمت الحكومة برنامج عمل وفي مصلحة لكم وتطبيق لأدوات الدستورية، إذا الحكومة ما تلتزم بالدستور أني أنا أول واحد أوقف ضدها. وإن التزمت وغيرت نهجها السابق للناس ملوا، متى لمتى تعطي للتنمية؟ إلى متى المليارات والحرامية؟ إلى متى تراكم الطلبات الإسكانية؟ الناس ملا لمتى 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 لمتى. فأحب أختم، الله يجزاكم خير على هذا الحضور وبيض الله وجيهكم، وأنتم حقيقة أول نجاح وفلاح مشاهد هالوجوه الطيبة، وبيض الله وجيهكم. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشكر مرشح الجميع ونسأل الله التوفيق له ولكل مصلح في هذا البلد. لو أنني أوتيت كل بلاغة وأفنيت بحر النطق في النظم والنثر لما كنت بعد القول إلا مقصرا ومعترفا بالعجز عن واجب الشكر. شكرا جزيلا حضورنا الكريم، وتفضلوا على عشاكم مليون مرحبا.